الأخ اللي عنده سيارة سامبول غلق بها على واحد الإنسان باغي يخرج يؤدي الوالدة نتاعو إلى الطبيب في حالة مستعجلة. صاحب سيارة نوع سامبول غالق على واحد باش يخرج باش يودي الأم نتاعو في حالة استعجالية إلى الطبيب. فكل واحد يشوف إذا كان هو صاحب السيارة فليتفضل، شكر الله له. صاحب سيارة سامبول ربما خيرك غالق على واحد دون عمد، انت حبيت بس الجمعة فقط، قدر الله ان اللي حاب يخرج مصر. هاي الحمد لله. هذا الموضوع أعطيه أهمية، حقوق الآخرين علينا. واحد عنده مستودع، واحد عنده أمور هكذا، هذا من حق الطريقين. معليش انت جيت صليت الجمعة ما كانش مشكلة، احنا رانا دايرينك تاج فوق رؤوسنا، جئت لله عز وجل تؤدي فريضة الله، بالمقابل هذا الأداء تؤدي هذا الأداء لا يكون فيه إيذاء، لا نؤذي الآخرين. ومرة أنا في مسجد القبة، مسجد الشيخ عبد الحميد بن باديس، كنت داير درس بين المغرب والعشاء. الناس اللي لحقت متوخرة باش يصلوا العشاء ما يظنوا بحسن النية، باش أنا ما ندخلوش فيها، بحسن النية يقول لك نركن السيارة ونلحق بركعة وندير الجماعة، لكن تراكمت السيارات تغلق الطريق، غلقنا السير غلقناه، هذا لا يجوز. ايش انت تصلي العشاء؟ روح صلي العشاء، صح باش تحبس الطريق الكل تغلقها. ولما تخرج يقول لك الطريق تقول لهم صلاه العشاء، معليش انت صلاه العشاء هذيك الناس بصوالحها، ولا دين هذا، دين هذا اسلام. ما لقيتش مكان انا نفتي لك من هذا المنبر ما تصليش العشاء. اذا كان بالسياره تغلق الطريق ما تصليش العشاء، روح مسجد واحد اخر لقيتهم صلاوا خلاص ادخل. يا اخي النية جيت باش تصلي الجماعة ما لقيناش مكان، مشينا لمسجد اخر لقينا مسلمون وندخلوا نصلي فرادى ولنا اجر الجماعة. ما قالش في الحديث انما لكل امرئ خلاص ما نهى. صح إذاية الآخرين يجوز ندرك صلاة الجماعة على حساب الآخرين. ولذا الإسلام حرم الأذى في كل مجال الحياة، كل مجالات الحياة. حتى يهودي لو كان ذكا وعايش معنا هنا في الجزائر يجوزناش نأذيوه، ونصراني خارج من ملة النصراني يجوزناش نأذيوه وعايش في بلادنا. الآن هذا احنا نتكلم مسلم في مسلم، ما يجوز. وهذا مما حرمه الله بين الناس، فتنبهوا جزاكم الله خيرا. معليش إنسان يركن السيارة بعيد جهة الحديقة ومعه الباستور ويجي يمشي، عادي يركن شوية بعيد ويجي يمشي واحدة يوصل يصلي معنا الجمعة وربي يتقبل منا ومنه صالح الأعمال. المهم الله يفتح بالخير. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أسأل الله أن يتقبلنا في هذه العشر الأولى من رمضان وأن نستدرك حالنا فيما تبقى من أيامه المباركة إن شاء الله رب العالمين، حتى لا يفوتنا أجر هذا الشهر المبارك الذي أكرمنا الله به سبحانه تبارك وتعالى. أمور بيننا وبين الله وأمور بيننا وبين الناس. أدعوكم للإصغاء والاستماع جيدا حتى لا نندم يوم القيامة ونخرجوا مفلسين كما يقولوا بالجزائريين، نخرجوا يدينا فوق راسنا ما دينا والو. تنبهوا ولا تكونوا من الغافلين. مثلا في هذا الشهر شخص منا انتهك حرمة رمضان. انتهاكه للحرمة بينه وبيننا ولا بينه وبين الله؟ الجواب بينه وبين الله. يعني كاين معاصي وذنوب وأثام بيننا وبين ربي، والله يتوب علينا جميعا. وما كانش واحد فوق الأرض هو يمشي هو معصوم من الذنب. احذروا أن تعتقدوا هذه العقيدة. كل بني آدم خطاء، خير الخطائين التوابون، اللهم تب علينا. الذي بيننا وبين الله ربي تعالى يسامحنا فيه ويغفر لنا ويتجاوز سبحانه لا إله إلا هو، لأنه بيننا وبينه. الأمر العظيم هذا لازم نفهموه. الأمر العظيم إذا كان الذنب ولا الظلم ولا الإساءة ولا الإيذاء بيننا وبين الناس، أروح بك أنت فكها. وبالمناسبة كلما عفوت يعني عن الناس عفى الله عنك، وإذا سامحتهم سامحك الله، وإذا غفرت لهم غفر الله لك، وإذا تجاوزت عنهم تجاوز الله عنك. قالوا الجزاء من جنس العمل. سمحت لهم ربي سامحك، وغفرت لهم ربي يغفر لك، وتجاوزت عليهم ربي يتجاوز عليك. الجزاء من جنس العمل. لكن الإشكال وإحنا صايمين كي نأذيو الناس وما يسامحوناش، ونظلموهم وما يعفيوش علينا، وبعد ذلك نموتوا ونروحوا عند ربي عز وجل ونقف بين يديه. إنك ميت وإنهم ميتون
ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. كاين ظلم بينك وبين الله. ظلم لا يغفره الله هو الشرك من مات عليه، فإن الله قد حرم عليه الجنة ومثواه جهنم وما له من الله نصير. من مات على الشرك. ذنب يغفره الله هو ظلم المؤمن ولا العبد لنفسه، المعاصي يغفرها الله. قال وظلم لا يتركه الله الذي هو بين الناس في بعضهم البعض. وفي حديث قال الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله الشرك، وديوان الله تعالى يتجاوز فيه ظلم العبد لنفسه بينه وبين الله. قال وديوان لا يتركه الله، ما يخليش. شو هو؟ ظلمنا لبعضنا البعض، الجور، الحقرة، السخرية، الاستهزاء، الضرب، السب، الشتم، اللعن، شهادة الزور، البهتان، القذف، هذا كله تعلق بين الناس في بعضهم البعض. وإني أتعجب من هذا المنبر لرجل هذه بضاعته وهو صائم أو صائم، هذه بضاعته. هذا الصيام ماذا فعل فيه الصيام هذا؟ وش دار فيه؟ ومن كان هذا دأبه وشأنه فإنه من المفلسين يوم القيامة. وبالكلام الجزائري هذا يخدم على الرجال، يصوم ويصلي ويزكي ويحج، ولكنه المسكين لا ينتفع بهذه الحسنات ولا هذه الطاعات. راه يوجد فيها باش يوزعها على الرجال يوم القيامة، يوزع الأجر نتاعها على الرجال. قال لك خير الخطب زينتها جمالها أدلتها، القرآن السنة هو الزين نتاع المجالس. وربي قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول في كتابه بدائع الفوائد: يا ابن آدم إن بينك وبين الله خطايا، ذنوب، معاصي، لا يعلمها إلا الله سبحانه، فإن أحببت، إذا حبيت، أن يغفرها الله لك فاصفح أنت عن عباده، وإن أحببت أن يعفوها لك فاعف أنت عن عباده، فإنما الجزاء من جنس العمل. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا من حديث أبي هريرة قال النبي لأصحابه: أتدرون ما المفلس؟ شايفين شكون هو المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، ما عندوش زواري. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، هذا منا، هذا خدمته، هذه حسناته، هذه الطاعات نتاعو اللي يجي بها يوم القيامة، وهذا حقه في ميزان حسناته. ويأتي وقد شتم هذا
وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. صعيب الحديث هذا بزاف صعيب بزاف. علاش؟ لأنه يتعلق بحق الآخرين. أما الصلاة دوك تنوض صليت لنفسك الجمعة، والصيام صمت رمضان لنفسك، والحقيبة اللي وجدتها وراك رايح للعمرة لنفسك، والزكاة التي أخرجتها لنفسك، والحج اللي راك موسع عليه الجواز تاع الحج لنفسك. حط هذا بجانب. حدثنا يأتي وقد شتم هذا، ضرب هذا، قذف هذا، أكل مال هذا، لطم هذا، سفك دم هذا. احكي لنا ايش راح يصير الآن. هذا يوقف عند ربي، وهذا خصماؤه يقول ربي هذا دار لنا. وفهم مليح باش تعرف أنا وأنت وين رانا رايحين، واش هي علاقتنا بالآخرين. فهم زين، وكن من العاقلين من الراشدين، ولا تكن من المفلسين من اللي يخدموا على الرجال يوم القيامة. لو كان غير جاب باك ويماك يدي الحسنات قال بوي وما داوهم، داتهم ما وداها بوي معاك، يدوهم ناس لهم آباؤك ولا أمهاتك، ويقفوا هكذا عند ربي يقولوا يا ربي هذا دار لنا. ربي يبدأ ياخذ من حسناته، هاك فنية الحسنات، وما زال يقول له أنا ذا اللي ضربني، جبد علي السيف، جبد علي الموس، وهو كان قوي كان يدير الحديد وانا كنت ضعيف حقرني. كما رأي الشوارع اليوم في العاصمة وفي غير العاصمة، الأقوياء بدنيا يأكلون الضعفاء ويشهرون في وجوههم السيوف والخناجر، ويبتزون أموالهم ويأخذون أموالهم عنوة وظلما وجورا وقوة. سيكون القصاص هناك عند الله عز وجل، وسنقف بين يدي الله سبحانه تبارك وتعالى. وهذاك المتغطرس الجبار اللي رافق الأرض، وهذاك المتكبر تعرف ايش يدير له ربي؟ قال يحشر المتكبرون أمثال الذر. شو هي الذر؟ النملة الصغيرة البيضاء اللي قد هكذا، هو كان قد هاك متكبر. ربي يعز وجوهكم، ربي يردوا قد هاك. وهذاك الذي كان يدعي القوة والعضلات وإلى آخره، هو وزملاؤه. ستسألون واللي ضربتوهم خصماؤكم يوم القيامة، واللي حقرتوهم واللي حطيتوه في الزاوية وركلتوه وشتمتوه وضربتوه وجريتوه وسحبتوه، كما نشاهد الآن في هذه المجتمعات لما تخلت عن القيم، تخلت عن الشرائع، تخلت عن الإسلام، تسودها الفوضى والظلم والجور وغير ذلك مما ليس له علاقة بشريعة الله سبحانه تبارك وتعالى. الآن تعال، الآن خلصت حسناته وما زال ما سلكش مع الخصماء. يؤخذ من سيئاتهم تحمل عليه. قال في الحديث
أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه فطرحت عليه فطرح في جهنم، يتعبى على ظهره لأنه ما عندوش باش يسلك. وفي حديث قال لا درهم ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات. اللي بان لهم هنا باللي هما شاطرين ومارقين وقافزين، فأخذوا أموال الناس ويتحايلون. فهمنا على 3 شهور، أنا في 5 سنين. حتى صاحب المال ييأس يقول لك خلاص ما نجي نكلمه، ناخذ حقي يوم القيامة. وهو عنده المال ولكن ما يردوش، ولما ما يردوش هذا جزاؤه يوم القيامة. ربي يخلصه يوم القيامة. ولهذا في ذلك اليوم تعرضون لا تخفى منكم خافية. يصفي ربي الأمور بين الناس، الظالم والمظلوم. كاين واحد يجي يسحب روحه بدمه وجاي يسحب روحه في العرض على الله، وهو هكذاك دمه يسيل، ويقول ربي يقول له سل هذا، يعني القاتل يقول له يا ربي سل هذا لما قتلني، علاش قتلتني؟ والمواد الغذائية اليوم، المواد الغذائية والخضر واللحوم هذه كامل غالية، والنفس هي اللي رخيصة والأرواح هي اللي رخيصة. ونسمعوا قبل رمضان وفي رمضان وقبل رمضان الإجرام، القتل 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 القتل. وجد هذا حتى الآن احنا قربنا للساعة القيامة. قالوا من علاماتها يكثر الهرج. قال يا رسول الله وش الهرج هذا؟ قال القتل، تولي الدماء رخيصة. وكان في بعض الحالات والله غير واحد يقتل واحد وهو لا يدري لماذا قتله. نسأل الله العفو والعافية. وفي القرآن وليد آدم قال لخوه، قال له أنت إلا بسطت يدك باش تقتلني أنا ما نديرش الفعل نتاعك، أنا ما نقتلكش. تعرف علاه؟ لأنني أخاف الله رب العالمين. هذيك قريتوها بالك سمعتوها في التراويح، ولا اللي راه جايب الختمة الأولى والزوجة ومر عليها. قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. قعدت معاه قال فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. وهذا ولد آدم من هذاك الحين هو يدي الإثم تاع كل إنسان قتل واحد، لأنه هو أول من سمى القتل على وجه الأرض إلى يوم القيامة. سبحان الله. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. النفس، الروح. احنا صغار حفظنا من مشايخنا ومن والدينا قاتل الروح وإن تروح. الظلم، أكل أموال الناس بالباطل. نهار الأول تجي وراسك هكذا وتقول له سلفني، نهار يسلفوا يولي ثعبان عليه. قول له انت درت دراهم، معليش انا ما درتش دراهم، اعطيني حقي، اعطيني اموالي. كثرة الخصماء في الاموال اليوم. واحد يسلف يقرض بعدين يقول لك ما نقرضش ما نسلفش. علاش؟ عطيت فلان ما ردليش وعطيت فلان ما ردليش. وهنا نفتح واحد القوس، كاين واحد يسلف على واحد بعدين يقول له رد لي المال، يقول له ما ردلوش، يقول له لا باس عليه هذا سلف لي 100 مليون هو ب مليار. هذا منطق سليم هذا؟ ومن بعد عنده الملايير. المال اللي راه عندك حق، سلفك 100 مليون يقول هو عنده 1000 مليار واش يحسنها؟ صح يبقى دين. ومطل الغني ظلم، التماطل في رد مال الغني هذا ظلم عند الله سبحانه تبارك وتعالى. حقوق الناس اللي يتبعون عند ربي سبحانه وتعالى. أين صيامك؟ وش دار لك هنا صيامك؟ أين صلاتك؟ أين زكاتك؟ أين حجك؟ وش داروا لك الآن؟ هل انتفعت بهم؟ حقوق الناس غلبت، هي الغالبة الآن. الخصماء
الذين يسألون الله حقوقهم يوم القيامة. كنت سببا في إيذاء فلان، كنت تشتم الناس، كنت تعيرهم، تسبهم، كنت تسخر منهم، تستهزئ بهم، كنت تلحق بهم الضرر، لا تخاف الله عز وجل. فهؤلاء خصماؤك يوم القيامة، خصماؤك يوم القيامة، خصماؤك الذين يخاصمونك عند الله عز وجل. يومئذ لا تنفعك صلاتك ولا صيامك ولا حجك ولا عمرتك ولا زكاتك. يديهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في حديث أبي هريرة قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء، قال: فليتحلل منه الآن. ومن كمال تمام الرجولة، الراجل من تمام الرجولة نتاعو وكمال الرجولة نتاعو السلام عليكم، خير فلان هنا؟ نعم. قل له فلان يحوس عليه. نعم. شوف يا أخي، أنا بني آدم وأنا معرض للعصيان ومعرض للمخالفة ونطيح في الذنب. البارح كنا في واحد المكان وأنا جبتك وذكرتك بسوء. يا أخي إني أتحلل منك الآن قبل القيامة. مفهوم ولا مش مفهوم الحديث هذا؟ خاش الآن العلاقة متدهورة والعلاقة مزرية. الحالة اللي بيناتنا ما عندها حتى علاقة بدين ربي. الناس متقاطعين ومتهاجرين ومتخاصمين ومتضاربين ومتنازعين ومتكالبين ومتشاجرين، وبيناتهم البغضاء والشحنة، وبيناتهم الغيبة والنميمة وسوء الظن، وبيناتهم السخرية والاستهزاء، وبيناتهم الباطل والإثم والحرام والتعدي والجور والظلم والزور. وفيه هذا هو الذي بيننا الآن وبين الناس. قال: فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. العبادة في الإسلام هي أن تترك الناس وتترك أعراض الناس وتترك أحوال الناس. هذه العبادة، أن تحفظ نفسك وتحفظ حقوق الآخرين على نفسك. هذه العبادة. إذا أردت أن تعبد الله حق العبادة أن تترك أعراض الناس وعيوب الناس وأحوال الناس، وأن تنظر في أمرك بينك وبين الله، لأن هذا الذي يهمك حتى يوم القيامة. أسألك بالله عليك يا أخي الكريم، إذا أنت وقفت بين يدي الله حافيا عاريا، ربي يقول لك علاش هذا ما صلاوش، ولا يقول لك ربي علاش هذا ما صاموش، ولا يقول لك ربي هذا ما زكاوش. كل نفس بما كسبت رهينة. يوم تجد كل نفس ما عملت، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. وما كاش واحد يجادل عليك عند ربي، كل واحد يجادل ربي على نفسه باش يسلك. اتركوا إذا الناس، هذه مش الناس. الإسلام علمنا أننا نحترم الغير، وأننا نقدر الغير، وأننا نحسن إلى الغير، وأننا نحفظ الأعراض والدماء والأموال، وهي حرام علينا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعراض الناس أعراض المسلمين حرام علينا، وأموال المسلمين حرام علينا،
ودماء المسلمين حرام علينا، ولا يجوز لنا أن نؤذي المسلمين في دمائهم ولا في أعراضهم ولا في أموالهم، حرام. كي جا النبي للحج قال له واش من شهر هذا؟ هما يعرفوا بلي هذا الشهر الحرام، خافوا يهضروا، قال له سكتوا. قالوا هذا البلد، هما يعرفوا البلد هو بلد الله الحرام، وهذا اليوم هو يوم الله الحرام. قالوا في انفسهم، قالوا وقيل راح يغير لها اساميها، واش هي واش هو؟ قال من النبي اموالكم ودماءكم واعراضكم راهي حرام عليكم كحرمتكم في شهركم هذا، في بلدكم هذا، في يومكم هذا. ما تأذينيش وما يجوزليش باش نأذيك، وما تظلمنيش ولا يجوز لي أن أظلمك، وما تتعداش عليا ولا يجوز لي أن أعتدي عليك. بل في الدين ما يجوز حتى تخلع واحد مسلم، باش تخلعه برك، باش تخوفه تروعه، لا يجوز. وقال من أشار على أخيه بحديدة، يفضل يدير له هكذا، يقول له نلعب بحديدة تلعنه الملائكة حتى يدع حديدته. لا يجوز لك أن تروع المسلمين ولا أن تخيفهم، لا يجوز. فما بالك بالأذى؟ حال الله يعز هذه الوجوه الطاهرة، حال ريع فن والعلاقات القائمة اليوم بين المسلمين في الحضيض الأسفل، وهذه الحقوق التي نطالب بها يوم القيامة. نسأل الله أن يوفقنا لنعفو عن غيرنا فيعفو الله عنا، وأن نسامح غيرنا فيسامحنا الله، وأن نصفح عن غيرنا فيصفح الله عنا، وأن نغفر لغيرنا فيغفر الله لنا. الجزاء من جنس العمل. أقول ما تسمعون، والله عز وجل يعلم ما تفعلون، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. الأبناء والبنات لا بد عليهم أن يتصرفوا مع الآباء والأمهات بالشرع فقط، بالشرع، بالإسلام. رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول لرجل: هذه أمك، ألزم رجلها فثم الجنة. لكيماك ألزم الرجل نتاعها، علاش؟ لأن ألزم رجلها فثم الجنة، وهذا أبوك، وبعد الله عز وجل كان سببا في إيجادك، وانت ما خرجتش هكذا للوجود، وانت ما كبرتش هكذا مباشرة،
وإنما الوالد له فضل عليك، والوالدة لها فضل عليك، وهذه الحقوق. هذه من أكبر الحقوق مع الوالد ومع الوالدة. وإذا ما مشاتش معهم الأمور مع الوالد والوالدة مع الوالدين لن تستقيم الحياة. صلي، صوم، زكي، حج. إذا ما مشاتش الأمور مع الوالدين الكريمين ما كانش حتى حلاوة. الطرق مغلوقة مسدودة، مقطوع من الله اللي يدير هذا العمل، مقطوع، ربي قاطعه لأنه تصرف مع الوالدين تصرفا غير لائق. والآن نرى ونسمع، وأنتم ترون وتسمعون، الأبناء والبنات مع الوالدين كيف يتصرفون. الأب الآن يشتم في بيته ويضرب في بيته ويسب في بيته من طرف أبنائه. والوالدة الكريمة الأم هذه تسب وتشتم وتضرب من طرف من؟ من طرف أولادها. ورغم هذا يسبها ويضربها ويشتمها وينحي لها المال بالقوة. وإذا تسبب له شيء مكروه أول المدافعين عنه هي أمه، لأنه فلذة الكبد. فكيف يجرأ الآن الشاب من هذا الشباب التائه، هذا المساكين اللي غرتهم شهوات الدنيا وأحلام الدنيا وفتن الدنيا، كيف يجرأ على ضرب الوالد أو ضرب الوالدة؟ شلت هذه اليد. أي يد هذه التي تجرأت على ضرب الوالد أو الوالدة؟ قطع اللسان. أي لسان هذا الذي يشتم الوالد والوالدة، يشتم الوالدين؟ بعض ممن ابتلي بهذه المهلوسات كي يكون عنده عنده المونك، خاصته ما كانش، يحشر الوالدة في الزاوية ويدير يديه يديرهم لها هنا ولا دوك طحي بها، وتشوف المسكينة تشوف بعد تقول له خلاص اطلقني برا، هذه يمك. والوالد إذا كان شيء عنده أمانة في البيت يعريه وبالقوة ليلبي حاجات نفسه، حاجات تاع نفسه من المهلوسات. وتضرب الأب وتضرب الأم وتسب الأب وتسبت الأم. علاش؟ غابت تعاليم السماء في الأسر، غابت تعاليم الإسلام. النشء لم يربى على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أصلح لنا أبناءنا وأصلح لنا بناتنا يا رب العالمين، ولا تشمت بنا أعداءنا. أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. واحد الوالد الله يذكره بخير توفات له زوجته، هو كبير 68 سنة، وفات الزوجة وبعد مدة شاف باللي لابد له من امرأة يقعد هكذا. انسى ولادو ما يقدروش، بناته في بيوتهن، كيفاش يدير العمر؟ فاتصل على إمام من الأئمة نحسبهم كذلك، قال له كان تشوف لي امرأة نسطرها وتقوم بيا. هذا الآن فعل حلالا أم فعل حراما؟ تزوج، سمعوا ولاده
واحد من ولاده يشبعه ضربا، دخل على بابه بالضرب، حتى قائد الفرقة الدركية في هذيك الناحية تعجب، قال له هذا صح وليدك. وبعد الابن قال له وصح هذا باباك، وكيتزوج واش دخلك انت؟ دراهم والملك ملكه والشيشيو. ولما تزوج ماذا فعل؟ والبنات لما سمعوا هجروا الوالد هجروه، علاش؟ لانه تزوج. وكيفاش يبقى هكذاك؟ نقول لكم حاجه، الاعلام التلفاز والجرائد والصحف، الاعلام ككل في وقت ما كان يبث السموم نتاعو اللي تخالف الشريعه وتحارب الدين، وسلطوا علينا الثقافه الغربيه وجردونا وعراونا من تعاليم الاسلام حتى وصلنا الى هذه الوضعيه الان. ومن المفروض الاعلام يكون اعلاما هادفا، اول امر فيه يحافظ على وحده الامه وعلى كيانها، يحافظ على اسلام الامه، يحافظ على لغه الامه، يحافظ على مبادئ ومقدسات الامه، يحافظ على الاسر من التفكك والانحلال، يحافظ على الاخلاق والفضائل، ينشر الفضيله ويذم الرذيله. الاعلام الذي يحث على الاخلاق، على الاداب، الاعلام الذي ينشر الحياه في اوساط الاسر، في اوساط المسلمين، الحياء الذي يحفظ لنا حياء، الاعلام الذي يحفظ لنا حياءنا ويحفظ لنا عفتنا ويصون لنا الابناء والبنات. ولكن وصل الان التاثير تاعو شغل شيء غريب. هذا الاب هذا لما تزوج مثل الزوجه تزوج امر غريب جدا جدا جدا. ونعرف انا الناس شيوخه ماتت الزوجه، هم عايشين الزوافره في فيلا، اولادهم بازواجهم وبناتهم بازواجهم، هو عايش براسه فيلا كبيره، حي الزفري، يطيب البيض وياكل فرماج، وحرام عليه يتزوج. من وين هذا؟ هذا وفد علينا، هذا مش تاعنا، هذه ليست بضاعتنا، هذه فرضت علينا الان. ولا يتزوج ويجيب لنا امراه، وكيجيب المراه كيموت والمراه تزاحم لنا في الميراث، وتولي مشاركه في الفيلا، وتولي مشاركه في الحوانت، وتدي السياره. ما هذا؟ إلى أين نحن ذاهبون؟ وين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. والأمر الآخر، لو كان راجل متزوج وتزوج، أصحاب الجامعة هم الأولين، أصحاب الجامعة رجل متزوج تزوج، الأولين اللي قطعوه بالمنشار هم أصحاب الجامعة، المتنسكون أصحاب الصلاة والحج والعمرة والزكاة والطاعة، هم الأولين. شنو يعني؟ إذا ما يدير وتزوج عليها، ايش دخلك؟ من الآخر ايش دخلك؟ وحياته الخاصة دخلت فيها أنت. ولماذا تزوجها؟ علاش؟ ولما تزوج حرام ولا حلال؟ كما قالت قائلتهم وبئس ما قالت اذهب لتزني ولا تتزوج عليها. وهذه الثقافة ماشي تاعنا، هذه وثدت جات وأمليت وقريناها وقبلناها. ما كانش تعدد، راه سكت علينا. تعدد هذا كان في وقت أبي بكر وعمر، وكانت واحد كاين ناس عندهم أمورهم الخاصة. كاين عنده 20 سنة زواج ما ظناتش مرته،
ومن المرأة ما غلطش، يريد أن يتزوج، زوجته الأولى تقول له تزوج، والناس يقولوا تزوج عليها، خيانة. خيانة في الحرام كي يكون يزني. الزنا ما نقدروش نهضروا عليه. الزنا الحرام ما نقدروش نهضروا عليه. الزنا نشوفوه على شواطئ البحار وفي البيوت الليليه وفي الكباريات، نشوفوه نراه. الزنا نشوفوا ناس يطرشقوا الصور بالمليون 200 مليون على الزانيات والزواني، ما نقدروش نتكلموا عليه. فين محقورتي يا جارتي، خدعها مسكينه. وشعالين النيران من الجيران والجيرات والجارات، شعالين النار ذاهبه ويجي يوقدوها. الا تتقون الله؟ ويضربوا باباهم على جهنم انه تزوج. بئس الذريه والعياذ بالله. بئس الذريه، اعوذ بالله من هذا. الفضائح هذه الفضائح في مجتمعات المسلمين. الاعلام الخبيث الذي ينشر الرذيله حتى الشهر تاع رمضان. ما احترموش. شهر تاع ربي تاع القران انزل في القران وما احترموش. وما احترموش الاسر، وما احترموش الكبار، وما احترموش الصغار في افلامهم، في مسلسلاتهم الفاضعه الهابطه السافله التي تروج للحرام وللرذيله وللمنكر وللفساد. مخدرات. تجيب الطفل الصغير تقول لك خبي وديروا فيلم. هذا كان بك تشجع الاطفال على هذا العمل وعلى هذه الحيله الخبيثه. دار نجيبوا من الجامعه، دار يقولوا يا غلام تعال اعلمك كلمات، يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، يا غلام اذا استعنت فاستعن بالله، ويا غلام اذا سالت فاسال الله. الان الحبوب المهلوسه خلاص، الان خلاص ضاع امرها خلاص، لا في المتوسطه ولا في الثانويه ولا في الجامعه ولا في الطرقات ولا في الشوارع ولا في المواقع ولا في النوادي ولا في المقاهي، خلاص ضاع امرها ضاع. نسال الله السلامه والعافيه. وبالمقابل قبل ما تخرجوا، نخرج انا معكم نروحوا للدار ان شاء الله، والله العلي العظيم غير كيما راكم قاعدين هنا واللي راهم برا واللي راهم في هرم السلطه واللي راهم في اسفلها وكبيرهم وصغيرهم، غير كلهم مسؤولون امام الله في ترويج هذه البضاعه المزجات، وكلهم بحسب المكانه نتاعو. كلهم بدءا بالامام اللي راه فوق المنبر، فهم مسؤولون امام الله عما يقع الان في البلاد من انتشار الرذيلة والفضايح والأفلام تاع الخنا والأفلام تاع الفسق الهابطة السافلة، ومن انتشار ماذا هذه المخدرات. خلاص في المتوسطة. وبالك برك أنت تقول وما يدبر راسهم احنا لاباس، ما كاش لاباس. هذاك اللي درت فيه الأمان من ثم تتقرع الحالة. اللي راك ظان باللي تقول أنا وليدي في الجامعة، أنا وليدي واش علاقته به؟ جاءت أمة من إماء الله إلى هذه المقصورة، جات تقود فيه سنة ثانية ماستر في جامعة دار إبراهيم. جات لي قول له واش بك؟ قلت له واش بك؟ قال لي ما جبتش خبر. قال الخير. قال لي والله غير مع واحد داني لواحد حتى وليت نبلع. سنة ثانية ماستر. دوكا إلا ما هاك داير في البال باللي الولد راه في الثانويه، راه يقرا على الدار، هذا هو المعهون. لكن والله ما كان لا مال. والبنت والله غير شوف، وحده قال لها جيبي لي ايفون نعطيلك، جات له ايفون 27 مليون، قالت له مقابل وحده برك في الثانويه. واش راهي رافده الحاله؟ وكلهم مسؤولون امام الله. واللي راه يروج لهذا وراه ينشر هذا وراه يدفع هذا وراه يصرف هذا، يا ويله امام الله عز وجل. الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا. ارواحكم ممثل، روحوا دير فيلم في شهر رمضان
لا نستحي من الله. الناس صايمة ومحتسبة وتقرأ في القرآن وتدعي وتطلب وتسأل الله الغفران وتايبة وتجري الجوامع والتراويح وطالعين وهابطين، وبعدين عند المغرب تجيب الساقط وتجيب السافل وتجيب أراذل القوم وسفهائهم ينشروا الخماج على مرأى ومسمع المسلمين. مخدرات، احنا شاب تاع مخدرات. الإعلام الهادف هو الذي يحفظ علينا أعراضنا ويحفظ علينا ديننا ويحفظ علينا وطننا ويحفظ علينا أبناءنا ويحفظ علينا بناتنا، يحفظ علينا القيم والمبادئ، يحفظ الأخلاق ويصون الأعراض. هذا هو الإعلام الهادف. ما أنت تبني له الإعلام يهدم ويندب. لا بارك الله في إعلام كهذا. ولهذا احذروا معاشر المسلمين والمسلمات مما يبث في القنوات، في كل القنوات، من الأفلام الساقطة السافلة الهابطة التي تنشر الرذيلة وتحارب الفضيلة، التي تنشر الخنا والفسق والزنا وتنشر الحرام وتعلم الأجيال، تعلمهم كيف يعصون الله سبحانه تبارك وتعالى. أقول ما تسمعون والله جل وعلا يعلم ما تفعلون. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ومعاصينا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، فقد حرمتنا الغيث بذنوبنا، حرمتنا الغيث والقطر من السماء بمعاصينا وذنوبنا وبما نفعله بالليل والنهار من الحرام والموبقات، فأمسكت عنا القدر وأمسكت يا رب المطر وأمسكت الغيث لتجاوزنا وتعدينا، لإساءتنا وإيذائنا لحرامنا الذي نقترفه بالليل والنهار، فشحت السماء وما نزل الغيث وهلك الزرع والضرع ونعيش الويلات. بسبب ماذا؟ بسبب الحرام الذي ظهر في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. اللهم ارحمنا ولا تعذبنا، والطف بحالنا وارحمنا بواسع رحمتك يا ربنا. اللهم سدد خطانا وثبت أقدامنا ووفقنا لما تحبه وترضاه يا ربنا، واجعلنا في شهرنا هذا من المقبولين ولا تردنا خائبين. اللهم أعنا على الصيام والقيام، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم فرج كرب المكروبين، نفس هم المهمومين يا رب العالمين. اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم اكتب لنا الحسنات في هذا الشهر وتجاوز وامحو عنا السيئات في هذا الشهر. اللهم إنا نسألك التوبة النصوح في شهرنا هذا، ونسألك الخاتمة الحسنة في شهرنا هذا، ونسألك الثبات على الدين في شهرنا هذا. اللهم طهر قلوبنا من الغل والنفاق والأحقاد والشقاق. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذريتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأحبابنا وجيراننا، ولمن وصانا وأوصيناه بالدعاء، ولمن له حق علينا. اللهم اغفر لأساتذتنا ومشايخنا ولمن علمنا خاصة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. أخواتي الكرام،
شهر رمضان لا هو سهرة ولا هو تحواس ولا هو ديمينو ولا هو أسواق ولا هو أرواح نجوز الوقت. بالك برك تكون من الغافلين في هذا الشهر. ورمضان تصور انت رمضان بلا التراويح، تدخل هنا الله ما تركب رمضان بلا تراويح. وهذاك اللي يجي كرواح سنة رواح ومن بعد تصلي. شياطين الإنس والجن واش يديروا؟ قال يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. أربعة صلي العشاء نستناك تحت بصح التراويح على التراويح سنة تصلي ولا تقعد كيف شوف الكلام شوف يقول لي تصلي ولا تقعد كيف اللي يصلي التراويح ويقعد على التراويح يصلي كيف مانيش عارف، بالك انا مهبول، بالك انا مانيش، بالك انا ما فهمتش. انا لما يسلم العشاء نشوفهم خارجين الى اين؟ وحنا رانا لهنا ذنوب هنا، كلنا ذنوب وراهم هاربين يقعدوا هنا ويبكيوا ليل ونهار وما نعرف نفكوها مع ربي. تراويح وصيام وقرآن وتهجد واعتكاف وصدقة وإحسان ومعروف وما نعرف ربي يجيب السلك وراهم رايحين. وشكون قال بلي رمضان سهرة؟ شكون قال رمضان قهاوي ودومين وكارطة؟ شكون قال رمضان نروح نجوزوا الوقت نروح نصوب؟ شكون اللي قال؟ من قال؟ في الحديث قال إيمانا واحتسابا. والتراويح صحت لك هذا العام، لكن ما تجيش تصح لك. وايام السنه ما كانش اللي يصليها الا اللي هدر عليهم ربي في القران يبيتون لربهم سجدا وقياما، والباقي يبيتون نياما. جاتك فرصه مع خاوتك كما كان يقول الشيخ قبيله، صلاه التراويح خرجوا لها رجال ويخرجوا لها نساء، والنبي دار امام داروا للرجال والنساء دار لهم امام. ابي يؤم الرجال وعلي بن ابي طالب يؤم النساء. خرجوا الى اين؟ الى المساجد. تعالوا نجهر الى ربنا ونتضرع الى ربنا. رمضان بلا تراويح القلب راه معمر، اسمح لي. رمضان بلا تراويح ويزهدونا في التراويح. وكي خرجنا وين رحنا نعالجوا المرضى، ولا رحنا نسقوا الماء، الناس ما عندهاش الماء، ولا رحنا لظروف طارئة، ولا ذهبنا للتمريض، ولا عندنا والدين حاصين في البيت صلينا العشاء وهربنا ليهم ما نخلوش وحدهم. إلى الشارع، إلى المقاهي. وال45 اللي راه يديرها هنايا 45 واقف فيها ركوع وفيها سجود فيها جلوس، ساعة وهكذا عند باب المقهى، ساعة هكذا تروح وتولي عندك شغل، وتروح هكذا وهكذا ما يعياش. وقتاش يعيا؟ هذاك الإمام تاع لاريمو هذاك بزاف عليه، واش راه حاسب روحو بزاف عليه بزاف، شدنا ساعة. والحلقة الناس قاعد يديروا 10 دقائق وشدنا 30 دقيقة، بزاف عليه بزاف مسكين. الطريق فوق ما نجيش فوق، واش راهم حاسبين رواحهم. ستبدي لك الأيام يوما ما كنت تجهله ويأتيك بالأخبار ما لم تزودي. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.